السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي كيمس كل واحد فينا. موضوع مهم بزاف، علامات استجابة الدعاء صلة قوية بين العبد وربه، هو السلاح اللي كيخليك تقرب من الله وكيجيب ليك الخير والفرج في حياتك. ولكن واش عمركم تسائلتوا كيفاش تعرف ان الله سمعك واستجب ليك؟ اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم بالتفصيل هاد العلامات باش كل واحد يعرف قبل ما يبدا يدعي ولا اثناء الدعاء ولا حتى بعد ما يكمل من الدعاء ان شاء الله. اول حاجه خاصك تعرفها ان شاء الله قبل الدعاء، قبل ما تبدا تدعي خاصك تعرف بعض العلامات اللي كتبين لك ان الله راه باغي يعطيك ويستجب لك ان شاء الله. اول علامه هي الا حسيتي براسك عندك رغبه قويه بزاف للدعاء بلا حتى شي سبب، بلا ما تعرف علاش وبلا ما تحس بلي حتى شي حاجه كتدفعك انك تدعي. هاد الرغبه راه كرامه وتوفيق من عند الله ليك، حيت راه هو سبحانه وتعالى اللي عطاك هاد الفرصه وباغي يسمع منك ويعطيك سؤلك ان شاء الله. هاد الرغبه الا حسيتي بها حاول تستثمرها، خليك مركز، خليك صافي، خلي قلبك يحس بالسكينه اثناء الدعاء ان شاء الله. العلامه الثانيه اللي كتكون قبل الدعاء هي الا خرج لسانك بالاستغفار بلا ما تحس، كتولي تستغفر بدون عدد وبدون شعور في كل وقت وفي كل حين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هادشي ان شاء الله اشاره قويه ان الله سبحانه وتعالى بغى يتوب عليك، ان الله سبحانه وتعالى بغى يمسح ذنوبك ويفتح لك ابواب الرحمه ويقربك منه. هاد اللحظه مزيانه بزاف، حاول تعيشها بالاحاسيس ديالها وبلا ما تسرع، بلا ما تحاول تحسب كل كلمه، انت غير استغفر، سيدي ربي راه عارف علاش. العلامه الثالثه اللي كتكون قبل الدعاء هي الا خرج لسانك بالدعاء بلا ما تكون محضر ليه اصلا، وبلا ما تكون كتعرف شنو غادي تقول، وبلا ما تكون حافظ كلمات الدعاء. الكلمات كتخرج بوحدها بلا ما تحفظها. هادشي ان شاء الله بشارة من الله سبحانه وتعالى. هنا ان شاء الله ملي كتكون كتدعي كاينين علامات كتعرف بها بان الله كيسمع ليك وبغى يستجيب لك ان شاء الله. القرب من الله، الا حسيتي انك قريب من الله وانت كتدعي، بحال كتلقى سيدي ربي قدامك كتهضر معاه واخا ما كتشوفوش كتحس بيه، كتلقى سبحان الله الطمأنينة في قلبك. هاد الشي راه بشارة بأن الدعاء مقبول إن شاء الله. حاول دائما تحس بهاد اللحظة، حاول تبقى مركز بلا ما تشتت راسك، خليك مركز في الدعاء وخليك على اتصال مع الله سبحانه وتعالى. الاستئناس مع الله، إلا حسيتي براسك فرحان مستأنس ومرتاح كتحس بالحنان والسكينة مع الله سبحانه وتعالى، هاد الشي كيوريك أن الله معك في ديك اللحظة بالضبط، وأن قلبك تفتح ليه، وأن الله كيسمع الدعاء ديالك وكيشوف نيتك. وحاجة أخرى، إلا قلبك ووقتك كلهم ولاو الله سبحانه وتعالى شغلك غير سيدي ربي، ما بقى كيهمك لا خوف، ما بقى كيهمك لا قلق، راه هادشي اشاره قويه على قرب الاستجابه ان شاء الله. واشاره اخرى، الا لسانك ولا خفيف كتلقى راسك كتدعي بكلام ما كنتيش محضر ليه اصلا، كتقول يا ربي وفقني، يا ربي اعطيني، يا ربي رزقني، بلا ما تحس وبلا ما تحسب ليها حساب. هادشي من علامات اللي كتدل على بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى للاستجابة. وحاول تعيش ديك اللحظة بلا ما تحاول تصيغها بالكلام ولا تقول شي حاجة حفظتيها، لا، داكشي اللي كيخرج من قلبك قولو بلسانك. وإلا حسيتي بخشوع في الداخل ديالك وراحة وكتحس ان قلبك خاشع
والسكينة نزلت عليك، هاد الشي راه بشارة بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى هو اللي نزل عليك السكينة. حاول تحس بديك اللحظة وخلي قلبك متواصل مع الله سبحانه وتعالى وحده. وإشارة واحدة أخرى، إلا نزلت الدموع بلا ما تحس بها، دموع فرح، دموع أمل وسرور، هاد الشي علامة على قرب الاستجابة. الدموع هنا ما كيعنيوش انك خايف ولا مقلق، لا، ولكن راحة وطمأنينة من الله سبحانه وتعالى. وهنا بعد الدعاء ان شاء الله، العلامات اللي كتكون بعد الدعاء يعني لحظة النتائج. انت بعد ما كتكمل الدعاء ديالك كاين علامات كتأكد ليك ان الدعاء وصل وتستجبي ان شاء الله. هي الا حسيتي بفرحة عجيبة في الداخل ديال قلبك، فرحة ما عارف منين جات، هاد الفرح ولا هاد السرور اللي كيكون في قلبك راه من عند الله سبحانه وتعالى. كيقذفوا ليك في قلبك باش يخليك مطمئن وباش يعطيك امل باللي الدعاء ديالك راه مستجاب ان شاء الله. حاولوا ما امكن تعيشوا هاد اللحظة، ديك اللحظة بلا ما تحاول تفكر فيها ولا تحاول تفسرها. داك الفرح عيشه بكل تفاصيله. وإلا حسيتي كذلك أن قاع الأحمال الثقيلة والهموم والقلق اللي كنتي حامل على قلبك وعلى صدرك كل شي زال، ولا قلبك سبحان الله ربي العظيم خفيف، هاد الشي دليل قاطع على أن سيدي ربي استجب لك الدعاء ديالك. هادي راه لحظة كبيرة كتحس بواحد الراحة داخلية سبحان الله ربي العظيم عجيبة. وإلا حسيتي براسك خفيف منطلق من جرح الصدر، بحال إلا تولدتي من جديد سبحان الله، كتشوف الحياة زوينة وجميلة بزاف، هاد الشي راه دليل واضح على أن الله استجاب لك الدعاء ديالك. حاول أنك تستغل هاد الشعور وخليه يبقى محفور في قلب ديالك باش كل مرة تدعي تعيشه من جديد. نلخص لكم هاد العلامات باش تفهموها مزيان. كل مرحلة عندها علامات واضحة. الأولى قبل الدعاء، الرغبة قوية وحماس للدعاء راه كرامة من عند الله. العلامات الثانية كتكون أثناء الدعاء، القرب من الله، الخشوع والسكينة وفرحة داخلية، دموع أمل، لسان خفيف ومنطلق. العلامة الثالثة كتكون بعد الدعاء، فرحة كبيرة، زوال الهموم، الشعور بالخفة والانطلاق. الحياة هنا كتولي زوينة بحال إلا تولدتي من جديد. إلا دزتي من هاد العلامات غادي تعرف أن دعائك قريب يستجب أو لا تستجب إن شاء الله، وغادي تحس براحة كبيرة في قلبك، وغادي تكتشف أن الله معك في كل لحظة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناس اللي إن شاء الله كتستجب لهم الدعاء، ويبارك لنا في حياتنا ويقوي إيماننا ويزيدنا قرب منه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نخليكم مع الدعاء. يا رب يا حي يا قيوم، افتح لنا أبواب رزقك ونعمتك، اللهم اجعلنا ممن يستجيب لهم دعاءهم يا الله. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل حاجة خير. يا رب اجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا خفيفة وأعيننا دامعة بخشوع، واجعلنا من الذين يشكرونك على نعمتك. يا رب استجب لنا، فرج همومنا، حقق أمانينا، واملأ حياتنا بالفرح والسكينة، واجعل كل دعاء نقوله مستجابا، وكل أمنية صافية لديك قريبة منك. يا الله يا رب أعطينا اليقين والقوة والطمأنينة والسكينة، واجعل قلوبنا قريبة منك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وعقولنا منصرفا بذكرك، واجعل حياتنا كلها طاعة وقرب منك، واستجب دعاءنا
بما فيه الخير لنا، واجعل لنا فيه بركة، واجعلنا ممن تقول لهم الملائكة أجاب الله دعاءكم.